في الختام، ما هي الكلمة التي بإمكانك أن توجهها لكل الشباب المشاركة اليوم خصوصا في هذه الليلة، ليلة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال والشباب؟ الشباب يبقى قاطرة هذا الوطن وعماد التنمية فيها. نقول أن الشباب قوة حية في بناء الوطن، وعلى الدولة مثلما تعهدت في دستورها أن تسهر على تمكين قدراته وتفعيل طاقاته. الشباب اليوم من هذا ربما المنبر وجهوا دعوة لهؤلاء لكي يندرجوا في الشأن العام، لكي يقولوا ربما كلمتهم، ولكي يكونوا صانعين للقرار ومساهمين في تنمية وإحداث تنمية شاملة في هذا الوطن المفدى. يعني الأمر يبدأ وقد بدأ من خلال نشر ثقافة المشاركة السياسية للشباب في الوسط العام وفي الحياة السياسية، وهذا لا يتأتى أكيد من دون ورشات تفاعلية لحث هؤلاء ولبروز وتأكيد نضج هؤلاء الشباب، أيضا من خلال القوافل الموضوعاتية لثقافة مشاركة الشباب سياسيا، من أجل أن يكون لهم صوتا في صناعة القرار، أيضا من أجل أن يؤكدوا دورهم في الوطن، باعتبار شريحة الشباب شريحة واسعة وكبرى في الوطن، أيضا من أجل الاعتزاز بما توصلت إليه وما وصلت إليه الجزائر الجديدة في ظل الإصلاحات الأخيرة التي باتت تتيح للشباب من الولوج إلى عالم السياسة. اليوم ربما الشاب يحتاج إلى فسحة، يحتاج إلى فرصة وين يبدع فيها، وين يجسد طموحاته وأفكاره بكل اقتدار في واجهة اتخاذ قرارات، في واجهة المساهمة في صناعة القرار، أيضا يجد نفسه في محيط يدفع به إلى إضفاء ربما لمسته وخصوصيته. ونحن في احتفالية عيدي الاستقلال وشباب، لا يسعني سوى أن أهنئ كل الشباب وأن نترحم على كل مجاهدين الأبرار الذين ضحوا في سبيل أن يحيا هذا الوطن، في سبيل أن يتجسد حلم الآباء. نحن اليوم كشباب نعمل جاهدين وسنظل نعمل جاهدين لكي نحقق مستقبلا لأبنائنا، فسيكون حلم الآباء من بوابة التحرير إلى مستقبل الأبناء، وهي مستقبل الجزائر الجديدة المزهرة بشبابها المتطلعة لغد أفضل في ظل إصلاحات أكيد ستؤتي أكلها إن شاء الله. شكرا دكتور سلامي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحدثتم عن الدور الخارجي للدولة الجزائرية.